لازم تصدقوني لو قلت لكم ان انا مستحيل اعمل سمك مقلي بالطريقه العاديه. لازم كل مره اعمل فيها سمك مقلي ايا كان نوع السمك اعمله بالطريقه دي. تلحيسه السمك يا جماعه رهيبه، مش ممكن تدوقي الطعم ده وتعمليه تاني بالطريقه العاديه. لو انت اول مره تشوفيني اهلا بيكي، دوسي لايك على الفيديو دلوقتي ويلا بينا ندخل على الطريقه على طول. انا النهارده مستخدمه سمك بوري، ممكن تستخدمي اي نوع سمك، مكاريل، بولتي، بوري، اي نوع. هجهز دلوقتي التتبيله. عندي توم مفروم وملح وكمون وكزبره وبابريكا ومعلقه صغيره خل ومعلقه صغيره مستردة، وكمان هريسه شطه لو متوفر، وطبعا ما ننساش عصير الليمون. هضيف كمان معلقتين كبار من زيت الزيتون او ممكن زيت عادي، وهقلب التتبيله دي كويس مع بعض. انا عايزه اقولك ان المستردة بتخلي السمك حلو قوي، بتليق جدا مع تتبيلات الاسماك كلها، فالمستردة ما تستغنيش عنها. وكمان عصير الليمون مهم جدا، والثوم طبعا اساسي، والتوابل هي بابريكا وكزبره وكمون وبس كده. هتبل السمك وادعك تتبيله كده في السمك من جوه ومن بره، ونحشي البطن بتاع السمك. ومهم جدا ان التتبيله تكون لازقه على السمك بالشكل ده، وده بيدينا في الاخر زي ما هتشوفوا طعم خطير بعد القلي. التتبيله بتكون مخليه اللحم طعمه حلو قوي، وكمان طبعا بتكوني ظابطه الملح. هركن السمك ساعتين في التلاجة يتبل، وبعد كده هجيب عندي طبقين، طبق فيه كوبايه دقيق ساده ومعلهاش اي اضافات، والطبق التاني فيه كوبايه دقيق هنضيف عليها معلقتين كبار من النشا، معلقه صغيره من الكركم، بابريكا وكمون وكزبره وملح. هنزل دلوقتي بكوبايه من الميه على الدقيق وانا بدوب وبقلب كده، علشان انا محتاجه الخليط بتاع الدقيق ده يبقى زي قوام الكيك، يعني مش تقيل قوي ومش خفيف قوي، بس طبعا ما يكونش خفيف، يكون يعني سميك شويه في سمك كده، علشان يلزق على السمك بتاعي وما ينزلش بسرعه اول ما احط عليها الخلطه دي. فانا دلوقتي ده القوام اللي انا عايزاه بالشكل ده. شايفين طبعا السمك بتاعه عامل ازاي؟ هنجيب السمك بتاعنا ونحط اول حاجه في الدقيق الساده خالص اللي معلهوش اي اضافات، ونبدر السمك بالدقيق كويس. بعد كده ننزل فيه بالخلطه دي، والافضل انك تستخدمي ماسك او مشبك علشان ايديكي ما تلخبطش كده من التتبيله دي لانها سايله بالشكل ده كده. انا عملت اول واحده وبعدين جبت الماسك بتاعي، قلت افضل ان انا استخدمه علشان لما اجي احط في الدقيق الناشف الدنيا ما تتلخبطش معايا. بس كده. عايزه اقولك طبعا شايفه اللون، الخلطه اللي احنا عاملينها دي اصلا متبله وطعمها تحفه. النشا هيدي للسمك قرمشه خطيره وهيعمل له كفر يجنن. طبعا بنعمل الخطوه دي، خطوه الدقيق وكمان الخلطه السايله، لما بنيجي نقلي السمك على طول. يعني هتقلي مثلا سمكتين 3 4 لحد هياكل بتقليهم وبتعمليهم بالطريقه دي، انما باقي السمك بنسيبه متبل عادي، ووقت برضو الاكل بنقليه بنفس الشكل. يعني ما ينفعش تحطي السمكيه في الخلطه السايله دي وبعدين تركنيها، اكيد من الخلطه السايله نصفيها كويس وننزل على طول بيها في الزيت السخن على النار. طبعا مش هكلمكم عن الريحه ولا اللون ولا الطعم، لان اساسا يعني السمك واضح جدا النتيجه بتاعته خطيره. طبعا بصوا ما تحسوش خالص ان انتوا بتاكلوا سمك، انتوا بتاكلوا حاجه كده عليها كفر مقرمش وطريه من جوه، وفي نفس الوقت طعمها حلو قوي من بره. هي دي فعلا اللي يتقال عليها بتتاكل من بره قبل جوه، يعني بجد خطيره. لازم تجربوا تلحيسه السمك. هي فيها بس عيب واحد، ان هما مستحيل يقبلوا تاني قلي سمك بالطريقه العاديه وياكلوه كده عادي، وهم عارفين خلاص الطريقه دي. لازم كل مره تعملي لهم نفس الطريقه حتى لو جربتيها مره واحده بس. وبس كده خلص فيديو النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم والطريقه كمان تكون عجبتكم وشجعتكم ان انتوا تجربوها. جربوها وعلى ضمانتي. ما تنسيش تكتبي لي تعليق حلو تحت الفيديو ده، كمان ما تنسيش تعملي لايك وشير وتعملي منشن لصاحبتك عشان تجرب الطريقه. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام عليكم.